سلام بنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سلمى ديليسي عستوس. كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا الايام الاولى مع هذا الشهر الفضيل في صحه جيده وما يكونش غلبكم الصيام ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره على ديما فين مالحين ساهلين كيجيو لذات. غنخليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير عندي 190 غرام ديال الدقيق، علبه ديال الياغورت طبيعي، 4 المعالق كبار ديال الزيتون اسود مقطع دوائر. عندي مبدئيا 125 مليلتر ديال الحليب، 100 غرام ديال جبن موتزاريلا محكوك، 50 غرام ديال الجبن فيمي محكوك، و50 غرام جبن احمر محكوك. عندي بيضه، 60 غرام ديال الزبده مذوبه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، خماره وحده، والقليل من الملح والابزار. اول حاجه كنديروها هي كنخلطوا النواشف مع بعضها. غادي ناخذ الدقيق نضيف ليه السكر، الخميره والملحه، ونخلط الملحه والبزار بطبيعه الحال، ونخلط كل شيء حتى يندمج ليا الخليط. وغادي نضيف من بعد الزيتون والاجبان. بالنسبه للاجبان هنا عندي 100 غرام ديال الموتزاريلا و100 غرام انا خلطتها ما بين الجوده والفرماج فيمي حيت توفر عندي. هذيك ال100 غرام نتوما ما مفروضش عليكم انكم يعني تقسموها ولا تستعملوا نفس الجبن. هذيك 100 غرام كتاخذوها تقدروا ديروها غير فرماج احمر او لا غرويير او لا تشيدار، يعني اللي وجد عندكم اللي توفر او اللي كيعجبكم. صافي هنا غادي نخلط مزيان هذوك المقادير مع بعضياتهم حتى كيتجانس ليا كلشي. ومن بعد غادي نضيف المكونات السائله. ممكن في هذه المرحله ايضا الا بغيتوا تضيفوا اي اعشاب منسمه، ثومه، بصل، زعتر، ممكن يعني على حسب الرغبه. هنا كناخذ كنحرك اولا كنخلط المكونات السائله ديالي. عندي هنا البيضه كنخلطها واحد شويه، كنطربها، من بعد كنضيف ليها الياغورت مسوس، وغادي نضيف ليها الحليب تنخلطهم مع بعضياتهم مزيان. عاد غادي نضيف هذيك 60 غرام اولا 60 مليلتر د الزبده. الزبده ممكن تعوضوها ب 60 مليلتر ديال زيت الزيتون الا ما توفرتش عندكم الزبده، ولا حتى زيت المائده. يعني ممكن هذيك ديك الماده الدهنيه نتوما تستعملوا الماده الدهنيه اللي بغيتو. صافي كنخلط هادشي مزيان، ومن بعد غادي نضيفوا السوائل. بالنسبه للحليب في الاول عطيتكم 125 مليلتر مبدئيا، يعني على حسب على حسب الدقيق ديالنا واش غيشرب ولا ما غاديش يشرب. انا كتشوفوا من بعد ما غادي نضيف السوائل ديالي للدقيق وغنخلط مزيان غنشوف لا تكستور ديالو كيفاش غادي تكون في الاخر. يعني ما خصناش تجينا عجينه متماسكه بزاف وناشفه. هنا فاش غادي تبان ليا بلي جات ثقيله بزاف غادي نزيدها قياس تقريبا ديال واحد 2 معالق ديال الحليب. يعني هذيك 125 مليلتر كنديروها في الاول، ومن بعد ملي كنخلطو كنشوفوا بانت لينا ثقيله بزاف العجينه اولا ناشفه، فاحنا كنزيدوها واحد شويه ديال الحليب، يعني غير القياس باش ما تجيناش عاوتاني جاريه، ما خصهاش تجينا خفيفه. صافي وكنخلطوا هنايا يعني كنضيفوا واحد الكميه وكنخلطوا مزيان وكنشوفوا القياس اولا العجينه خصها تكون كتهز لينا بالمعلقه. هي ثقيله ولكن ماشي ثقيله قاصحه بزاف، كتهز بالمعلقه سهله. يعني كيف كتشوفوا لا تكستور ديالها كيفاش خصها تجي. صافي من بعد ما غادي نخلط المكونات ديالي فانا غندوز باش نجيب المول باش نعمر لي مافين ديالنا في القالب. من بعد كنجيب القالب ديال لي مافين اولا الكاب كيك ديالنا كنديرو كنرشوه ضروري بالدقيق، كندهنوه في الاول بالزبده او الزيت. هنا عندي ما كيلصقش داكشي علاش ما دهنتوش. صافي كناخذوا الكميه تقريبا ديال المعلقه ونص حتى لجوج معالق كبار ديال العجين، وكنفرغوهم حتى كنساليو الكميه اولا نعمروا القوالب عندنا. هنايا عندي الديامتر ديالهم 6 سنتيم اولا القطر ديالهم 6 سنتيم. جاتني القياس ديال الخليط قد القوالب اللي عندي. صافي غير غادي نسالي يعني غنفرغ هذاك الكميه اللي عندي د الخليط، غادي ندوز نزيدهم، غنرشهم بشويه ديال التحميره، غنزينهم بزيتون اسود وبالفرماج محكوك من الفوق. استعملت موتزاريلا، تستعملوا الجبن اللي بغيتو. بالنسبه للناس كيبغيو يديروا دي مافين اولا دي كاب كيك كيما بغاو يكونوا حلوين او مالحين وما كيتوفروش على قالب يعني ديال الميطال وكيعكزوا عليهم، فكتمشيو عند محلات يعني كيكونوا في المحلات التجاريه الكبرى اولا العطاره اولا اللي كيبيعوا المستلزمات الحلويات. كتاخذوا دوك القوالب الورقيه اللي كيكونوا قاصحين واقفين، كيكونوا قاصحين شادين في راسهم، ماشي دوك القوالب البيضين اللي كنعرفوا شحال هادي. هادوك كتاخذوهم كيكونوا بحال مغلفين من الداخل بالورق ديال الطهي، يعني كيكونوا ما تيلصقوش. كتفرغوا فيهم العجين ديالكم، كتحطوهم في اللاطه وتدخلوهم يطيبوا كما غيطيبوا في قالب ديال الميطال بحال.
صافي هنا من بعد ما غادي نسالي التزيين ديال لي مافين ديالي غندخلهم في راني يكون من طبيعة الحال سخون مزيان من قبل، يعني كنسخنوه من الأول. كنهبط الحرارة ما بين 180 حتى ل190 درجة، وكنشعل غير من تحت، يعني الفوق شوية الفوقانية تنطفيها. إلا كان فران بروفيسيونيل مجهد كنديرو غير 150 درجة، وإلا كان الغاز كنديرو نار هادئة حتى المتوسطة. صافي كنحسبو ما بين ثلث حتى نص ساعة. هنا خدات لي 25 دقيقة، يعني كدوز ثلث ساعة. كنبداو ندخلو عود خشبي الا خرج ناشف، فرا كنعرفوهم طابو. بغيتو تخليوهم يتحمروا اكثر من الفوق، فانتوما كتشعلوا عليهم العافيه من الفوق وتخليوهم يتحمروا. كنقدموهم بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم على الدعم وعلى الحب اللي كتخليو ليا في التعليق. ما تنساوش ايضا تخليو ليا تساؤلاتكم واقتراحاتكم ايضا، علاش لا. وما تنساوش تبارطاجيو الوصفة مع الاصدقاء ديالكم. واذا كنتي اول مرة كتشوف قناة ديالي او لا كتشوف فيديو ديالي، وبغيتي دائما توصل بالجديد، فما عليك الا تضغط على زر الاشتراك وتفعل جرس التنبيه. كنتمنى لكم صيام مقبول باذن الله. ملقانا في فيديو مقبل. خليت لكم راحه البال ومع السلامه.